ازيكم مع حلقة قوية جدا من مسلسلنا تحفة فهد البطل، والحلقة ال11 بتبدأ حلقتنا لما عمر بيروح لوفاء الأوضة وبيقول لها مالك، يعني مش بتسألي عليا كأن عندك ابن تاني؟ فوفاء بتقوله عايزة أقولك على سر، بس مش عايزاك تقوله لأي حد. بس فجأة غلاب بيدخل الأوضة، فوفاء بتبص لعمر ومش بتتكلم. فغلاب بيطلب من عمر يسيبه مع أمه شوية، فعمر مش بيبقى فاهم حاجة وبيسيبهم وبيمشي. وغلاب بيقول لوفاء شكلك مش هتسكتي، فبتقوله أنا عملت إيه؟ أنا مش فاهمة حاجة. فغلاب بيقول لها أنا خلاص عرفت إنك روحتي عند شرشابي وسألتيه على عيالك وعايزة تعرفي هما راحوا فين، وبياخدها في مكان كده مهجور وبنشوف شرشابي مقتول. فبتتخض جدا، وغلاب بيقول لها شرشابي خلاص مات والديابة كلته. وغلاب بيحذرها تقول أي حاجة لعمر وإلا هيكون ده مصيرها. فبتخاف جدا وبتفضل تبكي، فبيقرب لها وبيقول أنا بحبك يا وفاء ومش هقدر أذيكي، بس اسمعي كلامي. وعمر بياخد قضية كبيرة جدا بتاعة مخدرات، وبيلاقي اسم توفيق التمساح، وبيبقى مستغرب ازاي توفيق شغال مع غلاب، وبيفضل يراقبه وبيروح الأماكن اللي كان فيها. وفي مشهد تاني فهد بيقعد مع فضة وعوض وبيتأسف لهم وبيقول لهم أنا آسف، دي كانت زلة لسان، بس علشان كنت متضايق. فعوض بيقول له انت ما غلطتش يا ابني، انا مش ابوك ولا فضة امك، بس والله احنا بنحبك زي ابننا بالظبط. ففهد بيبوس راسهم وبيتأسف لهم. وشوقي بيخرج من السجن وبيقابل الرجالة بتاعة الآثار وبيسألوه هيعمل ايه دلوقتي في موضوع بنته والشخص اللي ظهر ده ولخبط لهم الدنيا. فشوقي بيقول لهم أنا مش هسكت، والمقبرة دي هتتفتح يعني هتتفتح. وبيفضل يفكر هيعمل ايه. وبنشوف كناريا بتروح لفهد وبتتكلم معاه على اللي حصل، فبيقول لها أنا ما كدبتش عليكي وحبيتك من كل قلبي، بس ما كنتش متخيل إنك مخبية عليا سر زي ده. فكناريا بتقوله أنا حبيتك وخبيت عليك علشان حبيتك جدا وخفت تبعد عني، بس فهد بيبقى لسه برضه مش مسامحها. وبنشوف عمر مع آسيا وبيحاول يرجع علاقتهم مع بعض، فآسيا بتقوله أنا تعبانة شوية علشان كده ما قدرتش أقابلك ولا أرد عليك. فعمر بيقول لها بعد كده تبقي ردي عليا علشان بقلق عليكي. وبيسيبها وبيمشي. وصاحبتها بتيجي وبتقول لها انتي لازم تتصرفي وتلاقي حل قبل ما بطنك تكبر أهلك يعرفوا الحقيقة. فبتقول لها ما عنديش حل تاني غير إني أروح أسقط. وفهد بيطلب من ريكو إن هما لازم يدوروا تاني على عدنان. وبنشوف طليق كناريا بيخطف بنتها وبيهرب وبيركب التوك توك، وكناريا بتفضل تدور عليها وبتبقى خايفة جدا لا طليقها يكون نفذ كلامه وخطف بنتها. وبتروح له البيت وبتمسك فيه وبتفضل تسأله عن بنتها، فبينكر إنه قرب منها. فبتقوله أنا مش هسيبك غير لما ترجع لي بنتي، بس بيضربها وبيطردها. فكناريا بتروح لفهد وبتقوله على الحقيقة إن هند بنتها مش أختها وطليقها خطفها وبتترجى يساعدها. ففهد بيطلع يجري على بيت طليقها وبيفضل يضرب فيه، فبيقوله إنه باعها لناس كويسة جدا. لا، فبيقوله هو سايب البنت فين. ففهد بيفضل يضرب فيه، وبعد كده بيروح هو وكناريا على المكان ده وبيرجع هند لكناريا. وكناريا بتفضل تبوس فيها وبتشكر فهد جدا على مساعدته ليها. وبتخلص حلقتنا.